واحد السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ جمعه مباركه، كي دايرين؟ مع الصحه والسلامه، كلشي بخير، صحيحين. اخوان، الموضوع اللي بغيت نتطرق ليه اليوم هو موضوع اللي صراحه موضوع حساس بالنسبه للناس المهاجرين هنايا في طاليان. المهاجرين اللي دافعين الطلب ديال الدخل ديال المواطنه. راه لا يعقل ان الدوله او الحكومه الايطاليه دارت هذه القضيه هذه ديال بلوكات الطلبات ديال المهاجرين اللي ما عندهمش الجنسيه، وطلبت منهم بعد ما كانوا كيعطوهم يعني كيتنفعوا من هذا الدخل ديال المواطنه، طلبت منهم انهم يجيبوا وثيقه من البلد ديالهم الاصل، وثيقه اللي ديال الممتلكات، يعني وضعت واحد الرقم اللي الوثيقه اللي غادي تجي تدلي بها لهنايا على حساب الدخل ديال المواطنه انه ما يفوتش واحد العدد 30,000 اورو، يعني يكون عندك ملك ما يفوتش 30,000 اورو، عاد باش يمكن لك تستافد من هذا الدخل ديال المواطنه، بعد ما انك تمشي وتكاليزيها، ترجمها وتكاليزيها في القنصليه ديال الطاليان تماك في البلاد. ودابا الاخوان يعني مبلوكي ليهم هاد الدوموند هادي، باقيين تيتحاوروا، باقي ما توصلوش للحل. يعني الحزب ديال بي دي والحزب ديال حركه 5 نجوم باقي ما توصلوش للحل ديال هذه القضيه هذه. انا اللي بغيت نقول الاخوان، راه المشكل اييه الحكومه الايطاليه ان وضعت هذه القضيه هذه، وباقيين تيتحاوروا ما عرفوا انهم واش تعفى الجاليه ولا ضروري غادي يفعلوا هذا القانون هذا. ولكن علاش الناس كلها ناعسه؟ علاش انا ما تنلومش المهاجرين اللي دافعين هاد الدوموند، وانما تنلوم دوك الجمعيات اللي كتمثل الجاليه. فين هما هاد الجمعيات هادو؟ فين هما هاد الرؤساء ديال هاد الجمعيات هادو؟ هاد الرؤساء ديال هاد الجاليات، وخصوصا الجاليه المغربيه، هما اللي خاصهم ينوضوا هنا. فين خاص يبان رئيس الجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا، بهذه المدينه هذه، روما، بولونيا، تورينو، كاع هاد المدن هذه، يعني كل جاليه كاينه في مدينه ولا عندها واحد الممثل ديالها تيمثلها، رئيس الجاليه. كاينين جمعيات، علاش اللي ما ينوضوش ويديروا واحد الوقفه احتجاجيه يعني بدون شغب، يطالبوا فيها بهذا الحق هذا، بإلغاء هذه الوثيقة هذه، لأن كاينين الناس اللي ضاربين 20 عام 15 عام 10 سنين ومن حقهم أنهم ديجا خدامين وكيخلصوا الضرائب للدولة. علاش غادي يتحرموا من هاد الدخل هذا ديال المواطنة؟ علاش؟ ولا هاد القضية هذه ولات عنصرية؟ على ما بالي أنا ولات عنصرية ضد المهاجرين، لانهم بغا يديروا ديال الحزب اليمين المتطرف الاولويه للايطاليين. لا، هذه القضيه ما خاصهاش تكون، راه عنصريه في حد ذاتها هذه باش تحرم ناس من هذا الدخل هذا. راه حتى الجاليه او الجاليات بصفه عامه راه عندها دور في هذا المجتمع الايطالي. هنا فين خاصهم يبانوا هذه الجمعيات؟ فين هما هذه الجمعيات هادو؟ علاش اللي ما ينوضوش؟ تيبانوا في الوقت اللي تتكون مثلا تيمثلوا البلاد، مثلا في عيد وطني يتجمعوا يديروا مسابقات يجيبوا الدقه المراكشيه والصوره ديال جلاله الملك والدرابو ديال المغرب والحلوى وهذه. لا، هذا موضوع مهم، موضوع حساس، مهم. هنا فين خاصهم يوقفوا، هنا فين خاصهم يدويو، ينوضوا يجمعوا الناس. لا بد كاين عندهم مقر فين تيتجمعوا، فين تيديروا اجتماعات، فين هذه.
يتجمعوا، وكل مدينه او انهم يتجمعوا ويديروا يحدوا واحد الموعد اللي غادي يهبطوا فيه، مثلا يمشيو لروما ويديروا واحد الوقفه احتجاجيه كبيره، وقفه احتجاجيه كبيره بطريقه قانونيه، بلا صداع بلا هادي بلا هاديك، يطالبوا باسقاط هذه الوثيقه هذه، لاننا حنا مهاجرين ومندمجين في المجتمع، تنخلصوا ضرائب، الدوله منفعه من جهتنا. علاش غادي نتحرموا؟ كاينين الناس اللي عندهم عائلات ومن حقهم يشدوا هذا الدخل ديال المواطنه وتحرموا بسبب هذه الوثيقه هذه. علاش غادي نتحرموا؟ فينا هما؟ انا تنوجه اللوم، تنوجه للناس اللي مسؤولين، الناس اللي تيمثلوا الجاليه، الناس اللي مثلا خدامين مع الوزاره المكلفه بالجاليه المقيمه بالخارج. فينا هما؟ علاش اللي ما ينوضوش ويتجمعوا هنا دابا ويديروا واحد يتضامنوا بيناتهم ويحدوا واحد الموعد ويمشيو يديروا وقفه احتجاجيه باش يتم الاسقاط ديال هذه الوثيقه هذه؟ علاش؟ كلشي ناعس. علاش ملي تتكون قضيه اللي تتخص المهاجرين علاش ما كنشوفوهمش؟ علاش اللي ما كيتدخلوش؟ تنشوفوهم مع بشي مناسبات، عيد العرش مثلا ضروري كيحتفلوا يديروا احتفال هنا في القنصليه وهذه ولا هذه. هذا الموضوع هذا راه موضوع مهم. علاش غادي يتحرموا منه هاد الناس؟ علاش هما فعلا هذا المشكل هذا ولا مشكل ديالي عنصريه، اللي ولاو باغيين تيقلبوا على السبب باش ينقصوا من المهاجرين، ما يتنفعوش من هذا الدخل هذا ويعطيوها الايطاليين. هذه ماشي هادشي ماشي شي حاجه اللي تتفرح. والله يجازيكم بخير. نداء انا تنوجهه للاخوان انهم ينوضوا يتحدوا يديروا ليد بليد، ينوضوا يوقفوا يديروا وقفه احتجاجيه، يحتجوا باش الحكومه، وفعلا ملي غادي يتضامنوا غادي يوقفوا غادي يسمعوا الصوت ديالهم في الشارع، غادي تسمعوا الحكومه، غادي يوصل. الصحافه كاينه ماشي ما كايناش، ضروري غادي تجي الصحافه غادي توصل الصوت ديالهم للحكومه. الحكومه غادي ضروري غادي تاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع هذا، وغادي تعفاو من هذه الوثيقه هذه. الا وقفتوا اليوم وقفتوا ثاني غدا وقفتوا بعد غدا، ضروري 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 الحكومه ما غادي تستجب للطلب ديالكم. لهذا الاخوان كنطالب بانهم ينوضوا يتحركوا الاخوان ويديروا يد في يد ويديروا وقفه ويطالبوا باسقاط هذه الوثيقه هذه باش المهاجرين بصفه عامه وخصوصا المهاجرين المغاربه يتنفعوا من هذه الوثيقه هذه، لانها وثيقه فيها جزري هبط المغرب، خذ الوثيقه سير غاليزيها ترجمها ديها غاليزيها جيبها، فيها مشاكل. لهذا كنتمنى من الاخوان انه النداء ديالي يكون وصل للاخوان ويديروا به رساله موجهه بالدرجه الاولى للناس اللي كيمثلوا الجاليه، الناس مسؤولين واللي في وزاره المكلفه بالجاليه المغربيه بايطاليا والجاليات عامه، يديروا هذه الوقفه هذه. وانا اكيد على انه غادي يكون واحد استجابه للمطلب ديالهم وغادي يتعفاو من هذه الوثيقه هذه. والله ييسر الامور والله يدير لي فيها الخير. شكرا الاخوان ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.